مساء الخير يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. عندنا حاجة حلوة النهاردة في الجو ده، نعمل احلى كيك نفطر بيه بشاي ولبن، بجد تحفة، جميل جدا. نجيب القالب بتاعنا وندهنه بالسمنة او زيت زي ما بتحبي او زبدة، وهنبدره بالدقيق، وهنبدأ مقادير الكيك بتاعنا الجميل. وبدرنا القالب بتاعنا بالشكل ده اهو، دهناه بالسمنه وبدرناه، شايفين طلع شكل قلب هنا جوه، شايفينه؟ الحاجه معموله بحب، اترسمت قلب بالسمنه. يلا جميل جدا. دلوقتي هنشوف المقادير بتاعتنا بتاعت الكيك الجميل. قبل ما نبدأ طبعا كل حاجة شغالين الفرن بتاعنا علشان يسخن مسبقا، مجهزين المقادير بتاعتنا. لو هتحطي زبادي، الزبادي يبقى بره التلاجة شوية، البيض طبعا يبقى بره التلاجة قبلها بساعة، او انت لو مشترياه ومخليه بره المهم يبقى بحرارة الغرفة، واللبن بيبقى بحرارة الغرفة برضو. يلا بينا. ممكن اللبن تدفيه يبقى دافي. هنحط المقادير بتاعتنا: عدد 2 بيضة، وكوباية الا ربع سكر. لو عايزة تقللي السكر او تزوديه براحتك، هو كوباية الا ربع حلوة جدا، او نص كوباية. انا هحط نص كوباية، مش هزود السكر، يعني هحط 4 معالق سكر. مقدار نص كوباية. لو انت ما عايزة تزودي السكر ده براحتك، عايزة تحطي كوباية براحتك. حطينا نص كوباية سكر، حطينا نص كوباية سكر اهو. انت لو عايزة تزودي تحطي كوباية براحتك. وعدد 2 بيضة. طبعا اي سكر، سكر التموين، سكر العادي كويس. هنحط 2 بيضة، ونحط فانيليا. نزلنا بعد 2 بيضة، هنحط عليهم الفانيليا، باكوين فانيليا، والاتنين بيضة، والنص كوب سكر. هنقلب كتير كتير بالمضرب لما لونهم يفتح ويدوبوا. عايزة تضربيهم بالمضرب او الخلاط براحتك، او بالمضرب العادي كده. هنضربهم جامد لما لونهم يتغير ويدوب السكر اهو يا حبايبي. انا حبيت اعمل بالمضرب العادي علشان كله في متناول ايدك وانت قاعده. لونه مغير وده بالسكر جميل جدا. هننزل ب سمنه. انا ما عنديش زيت، لو عندك زيت حلو حطي زيت. حطيت 3 معالق سمنه فرن، مش عايزه اكتر، هنستمر في الضرب. لو عندك زيت حطي نص كوبايه زيت، او كوبايه الا ربع زي ما تحبي. انا مش حابه احط دهون كتير، 3 معالق سمنه حلوين جدا او زبده. نستمر في الضرب شويه. هو يستحسن السمنه او الزبده بحراره الغرفه عشان الجو برد. هو يا حبايبي هنبدأ نضيف اللبن، نحط كوباية لبن. هنستمر في التقليب. هنكون نخلين الدقيق بتاعنا، نبدأ ننزل بالدقيق بتاعنا. هنحط كوباية ونص دقيق منخول حسب، هنشوف حاجة بقى المقدار. لو حابة تحطي كوباية زبادي، انا هحط كوباية زبادي، بتحطيها قبل الدقيق عشان نضربهم جامد. الزبادي في الكيك بيخليه جميل جدا وهش وجميل، بيضيف اضافة رهيبة للكيكة بجد. الزبادي حلو اوي في الكيك، انا بحبه جدا. يلا هاخد كوباية الزبادي معيار كده لغاية ما الكيك
المقدار يظبط معايا. طبعا الدقيق منخول اهو، بننخل الدقيق يا حبايبي. جميل جدا. نخلنا يا حبايبي 3 كوبايات دقيق، مقدار كوباية الزبادي دي. وهنشوف نبدأ بقى. هنحط كيك شيف، 1 كيك شيف نخلناها زي الدقيق. هنبدأ نقلب المقدار بتاعنا. عايزة تضيفي اضافات، انا نسيت احط في الاول مع البيض واللبن. عايزة تحطي جوز هند جميل مغذي مفيد، عايزة تحطي الزبيب. يلا، وحطينا شوية زبيب وهنبدأ نقلب المقدار بتاعنا في حركة واحدة، ما نرجعش بالعكس اهو يا حبايبي. وبنقلب على جانب واحد، ناحية واحدة. طبعا حطي زبيب، حطي اللي انت تحبيه، الاضافات. الشوكولات شيبس اللي عايزاه على الوش. هما عندي هنا بيحبوا بالزبيب في الكيكة. حطيت معلقة جوز هند جميلة برضو مغذية. وبنضرب لغاية ما نعرف ان الدقيق كله اتعمل في المضرب، مفيش اي دقيق. خلصوا من الجوانب كده اهو، جميلة جدا. وخدت يلا ما نضربش كتير، كفاية. ضربت حلو اهو، شايفين؟ احنا عايزين المقدار كده اهو، السمك بتاعه كده حلو، مش خفيفة بس عشان المضرب اهو. ولا تقيلة ولا خفيفة، جميلة اهي، علشان ولا تبقى خفيفة ولا تقيلة. هي جميلة جدا، شايفينها اهي، سلسة وجميلة. خدت 3 كوبايات دقيق من كوباية الزبادي دي بتاعتنا اهو. المقدار جميل جدا. ونحطه في الانجليش كيك بتاعنا. طبعا مبدرين القالب بتاعنا والفرن شغال سخن. هننزل في القالب بتاعنا بالكيك. يلا، ولا احلى بجد، شايفين؟ ولا احلى بجد، خطيرة خطيرة. والزبيب جميل جدا. يلا هنخبط القالب بتاعنا كده عشان نخرج الهواء. وهنحطها في الرف الوسطاني، وما نفتحش عليها الفرن خالص غير بعد ما تمر 35 دقيقة. شوفيها بشويش، ما تفتحيش على الاخر. يلا، او 30 دقيقة. يلا هنشوفها لما تطلع. جميلة جدا وسهلة وجميلة، في متناول ايدك، وبحاجات من البيت. تعملي كيك حلو الصبح للفطار والشاي واللبن جميل جدا. ينفع للمدرسة الصبح كوباية شاي ولبن لولادك، قطعتين كيك حلو جدا، او عشاء، او انت تفطري. الكبار والصغيرين بيحبوا جدا. يلا هنشوفها لما تطلع. وحابة تضيفي كاكاو شوكولا. نخلت شوية كده بالمصفى زي ما نخلنا الدقيق، وبدوبهم في شوية لبن، ونحط عليهم شوية مقدار من الكيك، ونحطهم على الوش، ونعمل حركة كده تداخلية. بس عشان نسيت احطهم في الوسط، يعني طلب الجماهير بقى. نحط مقدار كده ومقدار من الكيك، وهنبدأ هنحط نمشيه على الوش، ونخربطه شوية جواه اهو يا حبايبي. لو خف المقدار في ايدك حطي معلقتين دقيق وتقليه. وحطيت نص معلقة سكر، طبعا الكاكاو محلاه
دريم مش كاكاو خام. حطيت نص معلقة سكر فقط عشان هو محلى مش خام، وحطيت مقدار من الكيكة، وطبعا ربع كوباية لبن دوبت فيها الاول الكاكاو. يلا وهنضيفه على الكيكة بتاعتنا الحلوة. بصوا يا حبايبي اهو، فتحت كده فتحات كده بسيطة كده، فتحت كده ونزلت بالمقدار بيصب جوه. شايفين بيصب جوه، بيصب جوه اهو على الثلاث مقاطع بيصب جوه. بس عملت منظر حلو جدا. هنقلبها كده بسيط. يلا شايفين ولا احلى بجد؟ يلا جميلة جدا. هنشوفها لما تخرج ما تستوي. مش هنفتح عليها طبعا زي ما قلنا ل30 35 دقيقة، والفتحة تكون بسيطة يعني. هنشوف من بعيد طبعا لما تستوي. هنجربها بخلة او بسكينة، ما طلعتش فيها عجين تبقى استوت. يلا ونشوفها لما تطلع بالهنا والشفا. اهي يا حبايبي شايفين اهي جميلة جدا، طلعت خطيرة بجد. خدت 35 دقيقة، انا سبتها 40 دقيقة بس عشان كنت حطاها في الرف الاولاني تحت في الفرن. ف كمان يعني قربت تستوي، وطلعت وقربت تستوي وطيت عليها شوية. لكن انت حطيها في الرف الوسطاني فوق عشان انا نسيت، وتبقى على العالي. اوكي بعد ما استوت شوية وطيت شوية اهو. بصوا جميلة جدا وخطيرة، شايفينها رهيبة اهي جميلة جدا. هنقلبها ونقطعها مع بعض. جميلة بس تبرد. يلا بالهنا والشفا. حلوة جدا ومقاديرها حلوة وبسيطة وسريعة وسهلة وشهية، وحلو بالشاي واللبن الصبح والجو ده، واحلى كيك وبالهنا. اهو يا حبايبي شايفين جميل جدا. شايفين القالب خطير جميل بجد خطير اهو. جميل جدا، حاجة حلوة تعملي انت في البيت مقاديرك الحلوة من البيت اهو. جميل ولا احلى بجد. يلا اعتمدوها واعملوها. اكلات ميرا، لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واعتمدوها واعملوها وجربوها. حلوة جدا. انا بعمل لكم في الاضاءة عشان تشوفوها. يلا حلو وبالهنا والشفا وصباح الخير وصباح كل حاجة حلوة. وافرحوا دايما، اذكروا ربنا كده وافرحوا، وتأملوا دايما في امل جديد كل يوم جديد، بمراحم جديدة، بشمس ونور جديد من ربنا، وفرح جديد لحياتنا ولكل انسان. يلا وربنا معاكم وسلام.